اليوم الجماهير اليمنية خاطرها مكسور، وأنا واحد منهم. حزن بعد حزن، وصدمة بعد صدمة، وفشل بعد فشل. هذا حالنا مع المنتخبات الوطنية. لكن لابد اليوم أن نضع النقاط على الحروف ونتكلم بصراحة. أول شيء سنتكلم عن المسؤولين عن الرياضة في اليمن. ثاني شيء سنتكلم عن اللاعبين والمدربين. ثالث شيء سنتكلم عن الجماهير اليمنية باختصار. أول حاجة، من يستحق النقد بدرجة أولى هم المسؤولين عن الرياضة في اليمن. لا دوري، لا رواتب، لا مستحقات، لا اهتمام ولا أي حاجة. منتخبات بتلعب بدون أي حقوق. تخيلوا إن كل الوعود ذي كان يوعدوها المسؤولين، سواء من حوافز، من مكافآت، من جوائز، لم يسلموها لحد اليوم. رواتب ما فيش، دوري ما فيش. اللاعب اليمني بيعاني من سوء تغذية. هذا الجانب الأول. الجانب الآخر، اللاعب اليمني. على كل لاعب يمني ولاعبين منتخباتنا، ركزوا، اهتموا بنفسكم، لا تنتظروش لأي حد يهتم فيكم. مش معقول اللي بنشوفه تكبروا شوية الأداء يضيع. بنشوف لعب أنانية مفرطة، لعب حويص عصيد. ليش؟ مش عارف. لاعب قدامك باصي، العب الباص. توصل عند الجول تشوف شوت، مطلع، منزل، هانة. ليش؟ وين التركيز؟ أنت لاعب، طور من مستواك بدنيا، وخلي عندك عقلية احترافية. احنا الآن في عصر الاحتراف. ادخل النت، شوف لك مدرب، أي حاجة، طور من نفسك، من مهاراتك، خلي عندك ثقافة كروية رياضية. أنت اليوم بتلعب صانع ألعاب، ما بتباصيش، كيف بتكون صانع ألعاب؟ هذا من جانب. الجانب الأخير، الجمهور اليمني. لازم يكون عندكم وعي. طبعا مش الكل، في للأسف كثير، واحترامي للناس اللي عندهم وعي. عندما منتخبك ينتصر تهلل وتعطيها العظمة وشيلات وهذا، ولما يخسر تلعنه وتسب. ليش؟ أعطي كل ذي حقه. انتقد انتقاد فني. المنتخبات والفرق والأندية دائما تخسر وتفوز وتعادل. منتخبات عالمية خسرت بس 6 و7. فلازم يكون في انتقاد محترم بدل الكلام والسب واللعن وهذا الأشياء اللي مش كويسة. خلوا عندكم روح رياضية وفن في الرياضة ووعي في الفكر. مش نخسرت لعنوا اللاعبين ضده وفيهم كلام مش حالي. انتوا هكذا بتحطموهم. بس انتقدوا انتقاد فني وعالجوا الأخطاء، وانتوا عارفين بالبر وغطاء وكيف الاهتمام عندنا. لاعب بيلعب والله ما معمى حاجة ولا هو مستفيد شيء، ورغم ذلك بيحاول يلعب ويقدم. بتشوف أجسامهم، أقسم بالله سوء تغذية. المهم، تحياتي للجميع، وبإذن الله نشاهد الكرة اليمنية